السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. قرار مفاجئ من وسام أبو علي وقفشة بعد خسارة الأهلي السوبر الأفريقي. كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرار مفاجئ من الثنائي محمد مجدي قفشة والفلسطيني وسام أبو علي لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد خسارة السوبر الأفريقي. وتعرض الأهلي للخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي بنتيجة 4-3 بركلات ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1. وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية المحور: وسام أبو علي ومحمد مجدي قفشة رفض الحصول على أجازة كاملة، مضيفا: وسام عاد من المملكة العربية السعودية وذهب للتدريب في استاد مختار التتش. وأضاف: قفشة اتدرب في الجيم استعدادا للعودة للتدريبات يوم السبت المقبل بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع، مضيفا: السويسري مارسيل كولر المدير الفني الأهلي سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.